كل شويه تلاقي ترند كده طلع على فيسبوك او تويتر او بالاخص تويتر كمان عن ازاي في اتنين عرفوا بعض من عن طريق الانترنت. تلاقي صوره كده من اول شات ما بينهم، هاي ازيك ابعت لي محاضره الدكتوره سناء، وابعت لي انت سيكشن دكتوره نرمين، وتفضل عايش معاهم كل الشات لغايه ما في الاخر تلاقي صوره خطوبتهم، وبعد كده صوره جوازهم، وبعد كده صوره عيالهم. وتلاقي بقى ناس كتير مشاركين في الترند ده، وانت تبقى قاعد مش لاقي سحليه تبص في وشك، ومفيش حد راضي يرد عليك اصلا. او تلاقي اتنين اصحابك قرروا ان هم يستقيلوا من الشغل بتاعهم ويروحوا يفتحوا المشروع الخاص بيهم، وهي عربيه برجر في الشارع مثلا، والموضوع ما شاء الله ابتدى يمشي معاهم وينجحوا، وابتدى العز يبان عليهم. وتقعد انت بقى تفكر ما بينك وما بين نفسك، هو انا ليه ما برتبطش زي الناس دي كلها؟ هو انا ليه مش ناجح زي الناس دي كلها؟ وهو اصلا مفيش الناس دي كلها، انت شفت 3 أو 4 بس هم اللي جم في وشك ولقيت ان الدنيا مشيت معاهم. عايز اقول لك انك في المرحله دي انت كده واقع تحت تاثير اسمه سرفايفرشيب بايز، او تحيز الناجي، او انحياز البقاء. الحرب العالميه الثانيه الجيش البريطاني كان عنده مشكله كبيره جدا، وهو ان الطيارات بتاعته تقدر تقول كده ان نصها بيروح ما بيرجع، نص الطيارات بتاعتهم بتتضرب وبتقع. طب ما كده لازم نشوف حل. راحوا ابتدوا يعملوا احصائيات للطيارات السليمه اللي بترجع، ويشوفوا ايه اكتر الاماكن في جسم الطياره اللي العدو بيضرب فيها، وراحوا جم في الاخر جمعوا النتائج دي في الصوره اللي قدامك دلوقتي. دي كل الاماكن اللي كل الطيارات رجعت مضروبه فيها، ولقوا زي ما ظهر قدامك دلوقتي ان اكتر اماكن جسم الطياره اتضرب فيها هو الديل والجناحين والمركز. طب حلو قوي الكلام ده، ادينا عرفنا الطيارات بتتضرب فين. فاحنا بقى المفروض نيجي نحمي الحتت دي عن طريق ان احنا نحط دروع واقيه او دروع تقيله تحمي الاجزاء دي. وطبعا الكلام ده غلط، وده اللي قاله لهم عالم كان بيستعينوا بيه اسمه ابراهام فالد. جه قال لهم ان في حاجتين انتوا مش واخدين بالكم منها. اول حاجه وهو ان احنا كده هنبقى بنتقل جسم الطياره جدا، وبالتالي مش هتعرف تطير اصلا، فاحنا كده هنوقع طياراتنا من غير ما تتضرب اساسا. وتاني حاجه وهي الاهم ان الطيارات دي اتضربت في الاماكن دي ورجعت لنا سليمه، اذا المشكله مش في الاماكن اللي ضربت فيها الطيارات السليمه، المشكله في الاماكن اللي ما اتضربتش فيها الطيارات اللي رجعت سليمه، لان لو كانت اتضربت فيها كانت وقعت زي الطيارات زمايلها ما كانتش رجعت لنا. فالاصح اننا نبص للطيارات اللي ما رجعتش، لان هي دي اللي هتقول لنا ايه الحتت الخطر اللي اتضربت فيها اللي ادت لسقوط، وبالتالي نيجي احنا بقى نحط الدروع اللي احنا عايزين نحطها دي في الاماكن دي، لان الاماكن دي كده الغلطه فيها بفوره، زي مقدمه الطياره وجانبين الطياره وجسم الطياره ما بين المركز والديل. انا بصراحه محتاج ناس زي ابراهام فالد ده في حياتي. للاسف وهو غصب عننا اننا بنبص دايما للنماذج الناجحه القليله اللي قدامنا، واللي هم مهما ان ظهروا ليك كتير فتاكد ان في اكتر منهم ب 100 مره فشلوا بس انت ما شفتهمش. وده لان التاريخ بيتكتب بالانتصارات مش بالهزايم، فانت اللي ظاهر لك طول الوقت الاقليه اللي ناجحه، وعشان هي بس اللي ظاهره لك فانت متهيأ لك ان هم دول الكتير، وطالما هم كتير اذا الموضوع سهل. طب ما اشوف هم عملوا ايه واجي انا اعمل زيهم، عظيم. بس عايز اقول لك ان مش هو ده الجزء اللي هينجحك. اللي هينجحك انك تتعظ وتتعلم من الناس اللي فشلوا اكتر من اللي نجحوا، لان هم دول الاغلبيه. على سبيل المثال الاولاني اللي ابتديت لك بيه الكلام، الناس اللي بترتبط من على السوشيال ميديا مثلا، اللي نجحوا وكملوا في الموضوع ده لا شك ان هم ناس محظوظين جدا، ولا شك برضو ان هم ناس قليلين جدا جدا مهما ان ظهروا ليك كتير. انت لو جيت دورت كده ما بين اصحابك الاكتف على السوشيال ميديا هتسمع كميه كبيره من العلاقات اللي فشلت اكتر بكتير من العلاقات اللي نجحت، والاسباب مختلفه من كل واحد للتاني. مثال تاني مثلا انك تيجي تبص لشخصيه مشهوره وناجحه جدا وتبتدي تحتذي بيها بالحرف اللي هي عملته، زي مثلا مارك زوكربيرج اللي ساب جامعته وما كملهاش عشان ينشئ تطبيق الفيسبوك، ولا بيل جيتس مثلا او ستيف جوبز، وتفضل تقول دول عملوا برغم ان هم ما كملوش تعليمهم. فاروح انا اجي دلوقتي اسيب جامعتي ولا تعليمي وانا اصلا مش معايا 2 جنيه في جيبي واروح ابتدي مشروعي الخاص بيا، ولا اروح اسيب شغلي اللي انا باخد منه مرتب كويس واستقيل واروح اعمل زي 2 اصحابي لقيتهم فتحوا مشروعهم والدنيا ابتدت تنجح معاهم؟ طب ما انت لو تعبت نفسك ودورت كده شويه هتلاقي الاف الامثله والقصص لناس عملت كده وفشلت للاسف. بس الفرق بس ان انت مش عارفه. الاف الناس اللي ما كملوش تعليمهم وما وصلوش لحاجه برضه، الاف المشاريع الناشئه والستارت ابس اللي ابتدت وما كملتش، الاف الافكار اللي تبان من بره ان هي عبقريه بس لما اتجربت طلعت مش ناجحه، وعد من ده كتير بقى. فانت لو عايز تعمل كده بقى اسمع من كل الناس كل قصص فشلهم وعملوا ايه بالظبط وايه اللي خلاهم ما ينجحوش، وده طبعا شيء يكاد يكون مستحيل، لان اللي فشلوا اكتر من انك تقدر تعدهم او تعرفهم اصلا، لان هم اساسا مش هيبقوا حابين يقولوا لك ان هم فشلوا. مغزى الكلام في الاخر ان الاحصائيات اللي دايما بتظهر لك غالبا هتخدعك، لان هي مش بتنقل لك الصوره كامله، هي بس بتنقل لك الصوره اللي انت عايز تشوفها. فالحل انك تركز كده وما تبقاش متهور، وتعرف دايما ان الارقام اللي بتظهر لك دي مهما ان بنت لك كبيره ففي اكبر منها بكتير النقيض بتاعها. وعشان تقدر تنجح في حاجه او تحقق حاجه مش بس
انك لازم تسمع من الناس اللي نجحوا، الاهم انك تسمع من الناس اللي ما نجحوش وتعرف هم ليه ما نجحوش، عشان هي دي غالبا الظروف اللي هتقابلك، وهتبقى محتاج الخبره والمعرفه والتجربه عشان تعديه. فلو لقيت نفسك استفدت من معضله الناجي او السرفايفر شيب بايظ، اعمل لايك وشير للفيديو، سبسكرايب للشانل عشان تشوف كل الفيديوز الجايه.